سؤالي الذي يسأل عن أحوال إخواننا في سوريا وما يتعلق أيضا بالنظام الحاكم في سوريا. أولا ينبغي أن يعلم أن هذا السؤال له إجابات في اتجاهات متنوعة. أولا ما يتعلق بالنظام الحاكم. النظام الحاكم هو نظام نصيري، وهو نظام علوي لا يمثل الإسلام بصلة إلا بالدعاوى الظاهرة، وهم من جهة العقيدة أشبه ما يكونون بمزيج بين جملة من العقائد والشرائع من النصرانية والمجوسية وشيء من الإسلام. لا يقرون بأركان الإسلام الخمسة، لا يقرون بحق الله عز وجل بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كذلك أيضا لا يقرون بأحكام الشريعة من جهة الصلوات الخمس، وكذلك صيام رمضان لا يصومون ولا يصلون صلاة المسلمين. كذلك أيضا لا يقرون بالطهارة بالغسل من الجنابة والوضوء ونحو ذلك. كذلك أيضا لا يقرون بالأنكحة المحرمة، بل ربما يجيزون نكاح بعض المحارم كنكاح العمات والخالات، وأيضا الجمع بين الأختين ونحو ذلك. وهذه عقائد معلومة لديهم، ويقولون بتناسخ الأرواح، وهم من الطوائف التي لم تدخل في الإسلام أصلا حتى يقال إنها طائفة من طوائف الإسلام، وإنما وضعها المستعمر بعد تفكك دويلات الإسلام، وذلك حتى تتولى الأقلية على الأكثرية فيكون البأس بينهم في ذلك الشديد، ولكنهم يحكمون في الظاهر بنظام مدنيا بعيدا عن العقيدة. ولهذا هؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى الذي يؤمن به أهل الإسلام قاطبة، الذين يرون أن الله عز وجل واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولهذا يتعدون على الله جل وعلا تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا بالسب وكذلك القدح ونحو ذلك. وهذا من أعظم وجوه التكفير. وهذا ينبغي أن يشار إليه أن ما يفعله المسلمون في سوريا ليس من الخروج على حاكم مسلم، أنه ينبغي لهم أن ينظروا في ذلك إلى قاعدة المصلحة في هذا ما تحققت، ويجب عليهم أن يعلموا أن إسقاط هذا النظام العلوي الرافضي هو من أهم الواجبات قدر وسعهم وطاقتهم.